السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا المشهد ده، انت داخل لجنة الامتحان، قلبك بيدق بسرعة، ايدك مسكت القلم، لكن دماغك فاضي، الأسئلة قدامك، وكل اللي ذاكرته بيتبخر في ثانية. وفي نفس اللجنة في نفس اللحظة في طالب تاني قاعد هادي جدا، مبتسم وبيكتب الإجابات كأنها متصورة في دماغه. هو ما سهرش 12 ساعة زيك، هو ذاكر نص الوقت بس فاكر كل التفاصيل. ايه الفرق بينك وبينه؟ الفرق مش في الذكاء، الفرق انه بيذاكر بالطريقة اللي بيذاكروا بيها طلاب هارفارد. والمفاجأة ان 90% من الطلاب هناك بيعتمدوا على 4 تقنيات محددة، تقنيات بسيطة جدا لكنها بتخليهم يذاكروا نص الوقت ويفتكروا كأن عندهم ذاكرة فوتوغرافية. في الفيديو ده أنا مش هشرح لك بس، لا، أنا هاخدك في رحلة كأنك عايش كل تقنية بنفسك، وفي الآخر هتخرج من الفيديو وانت ماسك 4 مفاتيح ممكن يغيروا حياتك الدراسية للأبد. بص حوالين منك، معظم الطلبة بيقعوا في نفس الفخ، يقعد بالساعات قدام الكتاب، يحفظ كلمة بكلمة، يضغط نفسه لحد ما دماغه يقفل، ويجي يوم الامتحان يكتشف الحقيقة الصادمة. دماغه مش هارد ديسك بيخزن كل حاجة، المخ محتاج طريقة ذكية علشان المعلومات تثبت. لكن في هارفارد عندهم فلسفة مختلفة، المخ مش الشغل شاء، المخ نظام ذكي، ولو عرفت تغذيه بالطريقة الصح هتخلي المعلومات تثبت جواك كأنها منقوشة. ومن هنا ظهرت 4 تقنيات هامة جدا، خليني أقول لك عليهم واحدة واحدة بس بالقصص اللي هتخليك تعيش التجربة. التقنية الأولى التكرار المتباعد. تخيل إنك بتحاول تعلق صورة على الحيطة، لو ضربت مسمار واحد وخلاص الصورة ممكن تقع، لكن لو كل شوية رجعت ودقيت مسمار جديد الصورة هتثبت وما تقعش أبدا. المخ بيتعامل مع المعلومات بنفس الشكل، لو ذاكرت الحاجة مرة واحدة هتنساها بسرعة، لكن لو رجعت لها على فترات، يوم، 3 أيام، أسبوع، شهر، المعلومة هتثبت في دماغك كأنها محفورة. يوسف ذاكر تعريفات مادة الأحياء كلها في ليلة واحدة، تاني يوم نسي 70% من اللي ذاكره. لكن علي عمل العكس، النهاردة حفظ، بكرة راجع، بعد 3 أيام رجع تاني، بعد أسبوع حل أسئلة. النتيجة، علي دخل الامتحان فاكر كل التعريفات من غير ما يعيد من الأول. التقنية الثانية طريقة فينمان. ريتشارد فينمان العالم العبقري كان بيقول لو مش قادر تشرح المعلومة لطفل عنده 6 سنين يبقى انت مش فاهمها. اسماء كانت بتذاكر الدورة الدموية، بدل ما تحفظ مصطلحات معقدة وقفت قدام المراية وقالت بص يا صغير، القلب ده زي طلمبة بيضخ الدم في كل الجسم، الدم بيلف زي عربية ماشية في شوارع. لما قدرت تشرح بكلمات بسيطة فهمت المعلومة 100%. وهنا السر، أي حاجة مش قادر تشرحها بسهولة لازم تراجعها تاني. التقنية الثالثة الاستدعاء النشط. طالب فاتح الكتاب يقرأ ويقول تمام أنا فاهم، لكن يوم الامتحان بيكتشف إن دماغه فاضي. طلاب هارفارد بيعملوا العكس، بعد ما يخلصوا صفحة يقفلوا الكتاب، يسألوا نفسهم أنا فهمت إيه هنا، ويجاوبوا من دماغهم. سارة خلصت فصل في الفيزياء، قبل ما تروح للفصل اللي بعده قفلت الكتاب، كتبت 5 أسئلة من دماغها وحاولت تجاوب. النتيجة، يوم الامتحان دماغها طلع الإجابات بسهولة لأنها دربت نفسها قبل كده. التقنية الرابعة التعلم المتداخل. تخيل إنك في الجيم، عمرك ما بتركز على عضلة واحدة طول التمرين، بتبدل بين الصدر، الذراع، الظهر علشان جسمك يتحفز. طلاب هارفارد بيذاكروا بنفس الطريقة، ساعة كيمياء، نص ساعة تاريخ، بعدها رياضيات. محمود كان بيذاكر مادة كاملة في يوم، بعد 2 ساعات زهق، بعد 3 ساعات دماغه قفلت. لكن لما جرب التعلم المتداخل لقى نفسه مركز أكتر، والمعلومات بتثبت لأنه بيقارن بين مواضيع مختلفة طول الوقت. دلوقتي خليني أسألك السؤال الأهم، تحب تذاكر 8 ساعات وتنسى، ولا 4 ساعات بس وتفتكر كأنك متبرمج؟ الفرق مش في الذكاء ولا في إنك عبقري، الفرق كله في الاستراتيجية. وطلاب هارفارد بيستخدموا 4 مفاتيح. 1 التكرار المتباعد، الطريقة الثانية فينمان، الثالث الاستدعاء النشط، الرابع التعلم المتداخل. دلوقتي الكرة في ملعبك، هل هتفضل تعذب نفسك بنفس الطريقة اللي بتضيع وقتك ومجهودك، ولا هتبدأ النهاردة وتجرب واحدة من تقنيات هارفارد؟ أنا متأكد إن البداية ممكن تبقى صعبة، لكن أول ما تحس بالفرق مستحيل ترجع تاني. اكتب لي في الكومنت أي تقنية من ال4 تقنيات دي هتبدأ بيها من بكرة. ولو عايز فيديوهات أكتر عن استراتيجيات المذاكرة الذكية دوس لايك وسبسكرايب علشان يوصلك الجديد. وخلي بالك، النجاح مش مسألة وقت، النجاح مسألة طريقة، وطريقة هارفارد دلوقتي في إيدك. واتمنى الفيديو أن ينال إعجابكم جميعا. كان معاكم أحمد من قناة كون الأسطورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.